هذه البارت الثانية من يوتيوبرز المغاربة ولكن مشهورين في اليوتيوب العربي والغربي بصفة عامة. 5000 مشاهدة والفيديو دالت عليه 3 شهور. بداية بياس بلايز، هو يوتيوبر مغربي وبالضبط من مدينة تارودانت، واللي بدا الكارير ديالو في 2015 بمحتوى ديال الالعاب، ولكن التغيير اللي كاين هنا ياسين كان يلعب العاب وكيدوي باللغة العربية. السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين. لقد حصحص الحق يا أصدقاء، وسأتحدث اليوم عن موضوع ولقى اعجاب من عند العرب كاملين، المغرب، السعوديه، سوريا، فلسطين، وخذ احسن قناه في مجال الالعاب الالكترونيه في شمال افريقيا. ياس بلايز مغربي وتشهر عند العرب، ولكن وايت غادي يتشهر في العالم كامل وتحديدا الجمهور الغربي. بدا لاشين ديالو في 2016 بمحتوى على لعبه فري فاير، واللي لقى اقبال كبير عند الجمهور، حيت الحاجه اللي كتميزو على اليوتيوبرز الاخرين عمرو بين وجهه ولا حتى صوته، غير كيلعب وطارق موسيقى ودار روينه، وعنده جمهور من امريكا، فرنسا، ايطاليا والعالم العربي بكثر من 6 مليون في لاشين ديالو. رقم ماشي عادي، وصعب على اي مغربي يخلق في المغرب يدير بحاله. ميرا يوتيوبر مغربيه ومشهوره بالضبط في اليوتيوب السعودي، قناه فيها اكثر من 400 الف مشترك. بدات القناه ديالها في 2019، اخر عام فرحنا فيه في حياتنا، ولا ما شاف الفيديو اللي قبل يدخل يشوف، بمحتوى ديال القصص ونظريات باللهجه السعوديه. ميرا جربت في الاول تدوي بالمغربيه ولكن ما لقاتش الدعم، حتى بدلت اللهجه اللغه العربيه السعوديه وتفرقعت لاشين ديالها وكملتها. ادم هو يوتيوبر مغربي واللي كومونطا ليا في الحلقه الاولى اللي درت هذه 3 شهور في نفس الموضوع، وقال لي نسيتيني انا ولكن باقي شويه. دخلت شفت لاشين ديالو وتصدمت، خونا مشهور في اليوتيوب الغربي والامريكي وكيدوي بالانجليزيه بطلاقه. تيقوني كون شفت لاشين ديالو قبل ما يكومونطي ليا بالدارجه نقول لك هذا راه ماشي مغربي. Agree that GTA has some of the greatest missions ever, including somewhere we invade a military base, rob the biggest bank in Liberty City, and even hijacking a plane and skydiving out of it with a... وبدا لاشين ديالو في 2022 بقى فيها 24 كا وفقط ب9 ديال الفيديوهات، واعلى فيديو عنده فيه تقريبا 3 ديال المليون مشاهده وكاملين اجانب. كيلوح مره شهرين، مره كل عام، كون بقى مستمر كل مره كيلوح شي لعيبه كون متاكد انه غادي تشهر في العالم ديال بصح. ادم شوكولاته الدراري ديال فري فاير هما اللي غادي يعرفوه. هو يوتيوبر المغربي بدا لاشين ديالو في 2020 يامات الكونفيرمون بمحتوى ديال فري فاير. ديك الساعه كان كلشي كيتفرج في يوتيوب وكلشي كان كيلعب فري فاير، دونك ادم لعب على هذه النقطه واستغلها مزيان ودار محتوى عربي ديال فري فاير مستهدف المغاربه والجزائريين والسواعده وتقريبا العالم العربي كامل. قناه فيها 1.5 مليون مشترك. داو ربك لا تقولي الموضوع ضبط جد. هذا شوتغن ولا دبابه؟ وات ذا فاك؟ ضربه من هذا السلاح بضمن لك انه تليفون العدو بينفجر. نتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. هذا ما كان ان شاء الله في راسك اخوتي.